أبلة فضيلة هي فضيلة توفيق، رمز من رموز الإذاعة المصرية والتي أحبها الكبار والصغار، وهي جزء من ذكريات جيل السبعينات والثمانينات. وهي أخت الممثلة القديرة محسنة توفيق. تخرجت من كلية الحقوق وتتلمذت على يد بابا شارو، وفي بداية حياتها عملت في مكتب المحامي ووزير النقل وقتها حمدي باشا زكي، وبدأت مشوارها الإذاعي عام 1953 خلال تقديم برنامج سين وجيم للأطفال. وعام 59 اختارها الإذاعي محمد محمود شعبان أو بابا شارو لتحل محله في تقديم برنامج غنوة وحدوتة بعد انتقاله للعمل في التلفزيون المصري. وقدمت برنامجه باسم أبلة فضيلة، وتميزت بصوتها الجميل البسيط، وبرنامجها ساعد في ترسيخ القيم والمبادئ التربوية لدى الأطفال. ومن أشهر حكاياتها كوب اللبن وبنت الفلاحة وأرنب وثعلب. كنت معكم أنا مروة صالح.